السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بالنسبه للطموح الرضا هجوج هو ان شاء الله نحقق القاب، الا هو عصبه ابطال افريقيا ان شاء الله وكاس العرش والبطوله ان شاء الله، وكنتمنى نكون في حسن ظن الجماهير الوداديه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للدور نشي فيفا هو خدينا كاس استعدادات بالنسبه لينا، كنحاولوا نقلبوا على الريتم ديالنا وفي نفس الوقت كيشوف المدرب على من يعتمد على المنافسه على الرسميه. بالنسبه للمنتخب الوطني فهي كانت تجربه كما كنقولوا رائعه، وخدينا واحد الثقه منها ملي خدينا الفوز ديالنا من الكوت ديفوار، فهي ما كانت سهله. كانت هناك من مراد هذا اللقب، هذا كان من مراد واحد الناس اللي كيفاش غنقول لك قدموا لنا اي حاجه اللي كانت غتخصنا. وبالنسبه للمجموعه تاعنا فهي كانت مجموعه اللي منضبطه، وكنا كنخدموا اونصومبل، كنا كنديروا الفرق بيناتنا، ولا ستاف كذلك اللي عنده واحد الثقه، كانت عنده واحد الثقه فينا كبيره. بالنسبه للمستقبل ديالي مع الوداد البيضاوي ان شاء الله كنطمح باش ناخذوا لا كوب دافريك، كنديروا الاستعدادات ديالنا باش ناخذوا الربع النهائي ديالنا كونتر الفريق اللي سان داونز، وكنتمناو من الله ناخذوا المباراه في كونتر سان داونز بواحد الشكل رجولي، وكنتمنى العوده ديال اللاعبين اللي في المنتخب الوطني يكونوا سالمين ويرجعوا لنا على خير ان شاء الله. ما كتجيش بالخبره او كما كنقولوا باللعب بزاف، فهي كانت واحد الثقه كبيره بالنسبه ليا، وكنت في هذيك اللحظه كعميد فريق، وكان بالنسبه لي خصني نعطي الثقه لصحابي، فاديت بديك الطريقه باش حتى الدراري ديالنا ياخذوا واحد الثقه كبيره، والحمد لله ربي وفقني باش سجلت ضربه الجزاء. بالنسبه للتشويش باللقب ديالنا كما قلتي، فهو ما كان سهل بالنسبه لينا، كنا اونصومبل بزاف في ذاك الوقيته، مادام وصلنا للفينال لما لا بان ناخذوها من الكوت ديفوار، فكانت كذلك كانت ثقه بينا، وكانت كما كنقولوا النيه صافيه ما بين اللاعبين، شي كيحب شي، والحمد لله ربي وفقنا باش خدينا لو فينال ديالنا.